السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. جاءت امرأة إلى داود عليه السلام فقالت: يا نبي الله، أربك ظالم أم عادل؟ فقال داود: ويحك يا امرأة، هو العدل الذي لا يجور. ثم قال لها: ما قصتك؟ قالت: أنا أرملة عندي 3 بنات أقوم عليهن من غزل يدي، فلما كان أمس شددت غزلي في خرقة حمراء وأردت أن أذهب إلى السوق لأبيعه وأبلغ به أطفالي، فإذا أنا بطائر قد انقض علي وأخذ الخرقة والغزل وذهب، وبقيت حزينة لا أملك شيئا أبلغ به أطفالي. فبينما المرأة مع داود عليه السلام في الكلام، إذا بالباب يطرق على داود فأذن له بالدخول، وإذا ب10 من التجار كل واحد بيده 100 دينار، فقالوا: يا نبي الله، أعطها لمستحقيها. فقال لهم داود عليه السلام: ما كان سبب حملكم هذا المال؟ قالوا: يا نبي الله، كنا في مركب فهاجت علينا الريح وأشرفنا على الغرق، فإذا بطائر قد ألقى علينا خرقة حمراء وفيها غزل، فسددنا به عيب المركب، فهانت علينا الريح وانسد العيب، ونذرنا لله أن يتصدق كل واحد منا ب100 دينار، وهذا المال بين يديك فتصدق به على من أردت. فالتفت داود عليه السلام إلى المرأة وقال لها: رب يتاجر لك في البر والبحر وتجعلينه ظالما، وأعطاها 1000 دينار وقال: أنفقيها على أطفالك، إن الله لا يبتليك بشيء إلا وبه خير لك. لولا البلاء لكان يوسف مدللا في حضن أبيه، ولكنه مع البلاء صار عزيز مصر. أفنضيق بعد هذا؟ كونوا على يقين أن هناك شيئا ينتظركم بعد الصبر ليبهركم. وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة.